السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لنا المهنة الجميلة بتاعتك دي بدأتها من امتى؟ والله أنا من صغر سني كنت صغير والله حضرتك كده من باب البحر أساسا. اه اتمهنت فيها وكنت شغال في مصنع بتاع عمي. كنت حلويات المولد النبي والقمر الدين والشوكولاتات. وبعدين ربنا كرمني وقفت مع أخي برضو فاضل كان يعني علمني الصنعة. دخلت بيها كده بياع ودخلت ده في العجائن الحمد لله رب العالمين لحد ما ايدي مشيت. صناعي زلابيا صوابع زينب وبلح الشام وقطايف في رمضان كده ان شاء الله وكده يعني. المهنة دي هل هي مثلا ليها تاريخ مثلا معاك؟ تاريخ اصلا المهنة؟ لا والله يا فندم هي حضرتك دلوقتي هي من اساسا يعني من زمن باب البحر اساسا وصنعتي من زمان يعني. واتربيت فيها باب البحر في مصنع عندنا باب البحر عندنا بتاع عمي واتربيت فيه. الزلابيا الزلابيا زلابيا وقطايف. زلابيا وقطايف بلع الشام صوابع زينب. باب البحر مهنتنا منتجات حلويات باب البحر شارع باب البحر وحلويات مولد النبي وانا صنايعي ملابن برضه بصنع الملبن بتاع يعني هي ابا عن جد يعني. حضرتك انا صنايعي ملابن اصلا اتربيت. هي المهنه كلها عندنا كشكول الحلويات اصلا في مولد النبي. كشكول الحلويات. كشكول الحلويات. فعمي رباني في المصنع فاتربيت واتاقلمت يعني في المصنع بتاع عمي. فطبعا طلعني كنت انا واقف مع عمي كان بيصنع جوز هند واللذيذه والمربات عباره عن جوز الهند الحلويات بقى اللي هي حلويات مولد النبي الاصلي حلويات مولد النبي. اللذيذه جوز هند الحمام حاجه اسمها حمام بحلويات مولد النبي. حاجه اسمها حمام زي اللذيذه كده بتتعمل اسمها جوز هند ضفر كده. ايوه بتتصنع طبعا وتنزل في المولد النبي يعني في شارع باب البحر. عندك اولاد؟ نعم. عندك اولاد؟ لا والله لسه ربنا ما رزقنيش فالحمد لله. يعني عندك اسره اسرتي متزوج وعندي اخواتي كمان برضه الحمد لله رب العالمين. قادره انها تفتح البيت وقادره انها الحمد لله رب العالمين ربنا واقف والله على المعيشه والحمد لله رب العالمين ربنا بيكرمني الحمد لله. بنزل صنايعي في المحلات ان شاء الله وعربيات وعندي ناس محترمه برضه يعني واقف قدام ناس محترمه وبنزل في موسم ولد النبي بشتغل طبعا ربنا بيكرمني بسند يعني على الموسم لان هو الموسم برضه هو الاساس بتاعنا مولد النبي بيسندنا يعني هو بيسندنا مثلا عشان بتقف كام ساعه تقريبا؟ والله حضرتك بقف حوالي من مولد النبي بشتغل 12 ساعه على رجلي بشتغل في مصانع بس ماليش مصنع معين.